السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذه الحلقة من البودكاست غندويو على العلاقات وما أدراك ما العلاقات. ما يمكنش لأي إنسان يعيش بوحده في الدنيا، حيت ملي عقلنا على راسنا وحنا في وسط واحد البيئة فيها بزاف ديال الناس. ملي عقلنا على راسنا ومنذ نعومة الأظافر لقينا راسنا وسط أب وأم وإخوة وجد وجدة والقائمة طويلة. يمكن لنا نلقاو بعض العائلات اللي كاملة، كيف ما يمكن لنا نلقاو بعض العائلات اللي ناقصة، ولكن تعودنا على وجود ناس في حياتنا، تعودنا على الكلام مع الناس، تعودنا على النقاش معهم، تعودنا نديو ونجيبوا معهم في الهضرة ونتبادلوا الآراء، تعودنا على تقديم نصائح وتصحيح أخطاء الناس وتقديم المساعدة. الإحساس ديالك باللي عندك ناس دايرين بيك، كتعاونهم بداك الشي اللي عندك وكيعاونوك بداك الشي اللي عندهم ملي كنحتاجو بعضياتنا، والتعامل معهم كيعطيك واحد الإحساس اللي زوين بالانتماء، الانتماء ديالك للمجتمع، والمجتمع كيعطي الإنسان واحد الإحساس بالراحة والأمان، حيت الإحساس بالوحدة كيؤدي الإنسان بواحد الدرجة اللي هي كبيرة. إلا ما كانتش هاد الوحدة غتشغلني باش نطور من نفسي ثقافيا وعلميا وفكريا، ولا غتشغلني باش نستقر نفسيا، فبلاش منها. اليوم غنعرفوا شنو كنعنيو بالعلاقات، حيت الموضوع ديال اليوم كيدوي على مفهوم العلاقات والحقيقة ديالها، وعلاش كندخلوا في العلاقات، وكيفاش ندخلوا في واحد العلاقة اللي تكون ناجحة وصحية بلا ما تسبب لنا الأذى النفسي. أول حاجة غنبدأ بها هي 3 الحوايج اللي كتسبب في فشل أي علاقة وما كتخليهاش تنجح. أول حاجة، ملي كتنتظر من الطرف الآخر شي حوايج بحال كتسنى منه يعطيك بزاف ديال الاهتمام وبزاف ديال التقدير، ملي كتلقى العكس أو ملي كتلقى النسبة ديال الاهتمام قل من اللي حاط انت في دماغك وفي التوقعات ديالك، اش كتولي تقول؟ باللي هاد الشخص ما كيبغينيش وما معبانيش. وملي ما كتلقاش داكشي اللي بغيتي كتولي تقول انا ما اختاريتش الانسان المناسب ليا. من هادشي كله ما خصكش تسنى من الناس العطاء اللي كتير، ما تحطش في بالك كلمة بزاف، ديما خفض ونقص من سقف التوقعات ديالك باش ما تصدمش، باش إلا ما عطاكش داك الإنسان قل من داك الشي اللي باغي ما تحسش بالنقص، وإلا عطاك داك الشي اللي باغي كتحس بالسعادة. فهنا كتبقى مأون ديما باللي داك الشخص هو اللي كيخليك يا إما سعيد يا إما حزين. فلهذا كنقول لكم خفضوا من سقف التوقعات ديالكم باش تبقاو مرتاحين. تاني حاجة هي التعلق بالشخص وحب التملك والسيطرة. كتبقى محاصرة ديك العلاقة من كاع الجهات، كتسول نهار كامل، كتعيط نهار كامل، حيت انت في دماغك باللي هاد التصرفات اللي كدير هي اهتمام، وهي في الحقيقة كتخنق الإنسان اللي انت معاه في علاقة. ديما ملي تبغي واحد الحاجة ما تحاصرهاش من جميع الجهات وما تخنقهاش، حيت ملي غتخنق الشخص اللي معك غيهرب منك في أول فرصة غيلقاها. ملي تبغي شي واحد خاص يكون عندك واحد الصفات اللي تخليه ديما حداك واللي تخليه ديما كيبغيك وديما باغي يبقى حداك. ثالث حاجة اللي كتسبب في فشل العلاقات هي السلبية، مثلا كثرة الانتقادات، العتاب، اللوم. ملي كتفرغ الضغوطات ديالك على الشخص اللي انت معاه في علاقة، هادشي كله سلبيات ما خصوش يكون في اي علاقة، ولا على الاقل غير نقصوا منه. كلنا كنحتاجوا ناس نخويو عليهم قلوبنا ونتشاركوا معاهم الاحزان ديالنا والظروف ديالنا والضغوطات اللي كندوزو منها يوميا، ولكن ما خصناش نتعودوا يوميا نخويو السلبيات على الناس اللي كنبغيو، حيت بحال غتحط
واحد البصمة في دماغ الإنسان اللي كيبغيك باللي انت إنسان سلبي، وفيما يشوفك يقول يا لطيف يا لطيف، جاي وجايب معاه السلبيات. علاش؟ حيت تخزن عنده هاد الإحساس بسبب السلبيات اللي كتعطيه يوميا. خاصك تحاول تكون إيجابي وتكون قليل السلبية، وإلا بغيتي عاود الإنسان، ولكن باش تقلب على حلول، ماشي تعاود عليه باش تخوي عليه الغضب ديالك والضغوطات ديالك اللي كدوز منها. ودابا ملي سالينا من 3 الحوايج اللي كيخليو العلاقات تفشل، دابا غادي ندوزو ل3 الحوايج اللي غتعاونكم على نجاح أي علاقة. أول حاجة، عود الإنسان اللي كتبغي على حوايج زوينين. مثلا إلا بغيتي الإنسان اللي معاك يكون حنين فيك، ديما قول ليه انت حنين، انت واحد الإنسان زوين من الداخل ديالك، انت إنسان ما كاينش بحالك في طيبتك، في حنيتك، في أسلوبك. وحفز الإحساس ديال الطيبة، وفيق داك الإحساس اللي عنده الداخل ديال الطيبة باش يعطيك كتار، ويكون معطاء معاك كتار وكتار في العلاقة. تاني حاجة، قدر الحوايج الزوينة واعطيها قيمة. ملي يعطيك واحد الإنسان شي حاجة، قداها. ملي يعطيك وقت من عنده، شكره. ملي يعطيك وقت باش يدوي معاك ويتناقش معاك، يدي ويجيب معاك في الكلام، شكره. ملي يعطيك شي حاجة واخا تكون واجبة عليه، ما فيها باش تقول ليه شكرا، حيت الشكر والتقدير كيحفز الإنسان باش يكون معطاء كتار وكتار. ثالث حاجة، باش تنجح معاك أي علاقة خاصك تكون مبدع. ديما الإنسان اللي كيكون مبدع كيكون عندنا عليه واحد الانطباع اللي زوين. ملي كيكون واحد الإنسان مثقف واعي كيبغي الخير للناس، صادق وثقة، ويكون إنسان ما كيدوش وقته في التفاهات. ملي الناس اللي معاك كيحسوا باللي عندك حوايج زوينة في حياتك، عندك أهداف كتشغل وقتك بيها، كتعلى قيمتك عندهم. وملي كيحسوا باللي حياتك مخابقة ما بين السلبيات والضغوطات والتفاهات والخوف والتوتر والقلق، غتنزل القيمة ديالك في عينيهم. يعني ملي غتحسن من نفسك غتعلى قيمتك وغتزيد في عين الناس. آخر حاجة، ما تقلبش على واحد العلاقة باش تكون مزيان، لا، كنت مزيان وقلب على علاقة، وملي تلقى العلاقة اللي ترتاح فيها تعامل على أنها مجرد إضافة زوينة دخلت لحياتك. عرفتي علاش؟ حيت إلا خليتي الطرف الآخر كيف ما كان هو مصدر السعادة ديالك، هو المحور اللي كتدور عليه حياتك، غتمشي السعادة ديالك إن فوا غيمشي هو. واحد الجملة أنا كتعجبني: تعلقك بالفاني يفنيك، وتعلقك بالباقي يبقيك. يعني أنا نتعلق بالله والبقاء لله، أما الكل فاني، فما نمحورش سعادتي على واحد الشخص، لأنه في آخر المطاف غيمشي. إلا ما مشاش في العلاقة فغيجي واحد النهار يا إما الموت غيديني يا إما الموت غيديه. وكنتمناو لكاع الناس طول لهم الله في عمرهم. ملي كتشوف الناس إضافة زوينة لحياتك، هنا ما غيطاليك والو. إلا مشاو شحال ما كانوا قابليك، غتقول كان عندهم واحد الدور في حياتي ودابا سال الدور ديالهم ومشاو. في نهاية الحلقة كنتمنى من الله يحط في طريقكم وفي طريقي الناس اللي مزيانين والناس الطيبين، ويرزقكم الله بناس زوينين في حياتكم، ويبعد عليا وعليكم الناس الخبيثة اللي ما مزياناش. كانت معكم كوثر من بودكاست جوج، والسلام عليكم.